أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيلخبط ناس كتير جدا وهي بتتعلم إنجليزي. إمتى بالظبط نستخدم الماضي البسيط وإمتى نستخدم الماضي التام؟ صدقوني الحكاية كلها أبسط بكتير من اللي في بالكم. كتير مننا بيجيله الإحساس ده اللي هو يا جماعة كل ما أفتح كتاب جرامر ألاقي past simple و past perfect ودماغي بتقف خالص. هم ليه عاملين زمانين للماضي أصلا؟ وده بصراحة سؤال منطقي جدا. بس الخبر الحلو بقى إن في جملة واحدة بس، جملة سحرية كده، لو فهمناها صح الموضوع كله هيبقى سهل ومباشر. القصة مش في التعقيد، القصة كلها في إننا نمسك الخيط الصح. طيب مستعدين؟ يلا بينا ندخل في الموضوع على طول ونكشف سوا إيه هي القاعدة السحرية دي اللي هتفك اللغز ده للأبد. بصوا بقى، الموضوع كله في الكلمتين دول. الماضي البسيط أو الباست سيمبل ده ببساطة حدث حصل في الماضي وخلص، انتهى. أما الماضي التام الباست بيرفكت فده بنستخدمه لما يكون في حدث حصل قبل حدث تاني برضه في الماضي. يعني كل الحكاية حكاية ترتيب أحداث. تمام. عشان الصورة تكمل خلونا نمسك كل زمن لوحده ونفصصه ونشوف إزاي الكلام ده بيتطبق على القاعدة اللي لسه قايلينها. نبتدي بالسهل. الماضي البسيط ده بتاع أي حاجة حصلت وخلصت خلاص، حدث واحد واضح وصريح، وعادة يعني بنلاقي معاه كلمات بتدل عليه زي yesterday, last year, ago أو أي سنة قديمة زي in 2010 مثلا. يعني مثلا لما نقول I visited my friend yesterday، خلاص الزيارة دي حصلت امبارح وانتهت. نفس الكلام في she traveled to Dubai last year، السفرية دي كانت السنة اللي فاتت وخلص الموضوع، هو حدث واحد بس وخلص. نيجي بقى للبطل التاني، الماضي التام. ده بقى دوره بيظهر إمتى؟ لما يبقى عندنا حدثين الاتنين حصلوا في الماضي، وهنا بنسأل نفسنا سؤال واحد: مين فيهم حصل الأول؟ الإجابة: الحدث اللي حصل الأول هو ده اللي بياخد الماضي التام، والحدث اللي حصل بعده على طول بياخد الماضي البسيط. بسيطة اهي. طب بيتكون من إيه؟ ولا أسهل، كلمة واحدة had وبيجي وراها التصريف الثالث للفعل أو ال past participle. خلاص، هي دي التركيبة بتاعته. والصورة دي بتلخص الحكاية كلها. تخيلوا كده أنا وصلت السينما لقيت الفيلم بدأ خلاص، يبقى إيه اللي حصل الأول؟ أكيد الفيلم بدأ، وإيه اللي حصل التاني؟ إني أنا وصلت. عشان كده بنقول الحدث الأول the movie had started ده الماضي التام، والحدث التاني I arrived ده الماضي البسيط. طيب، كفاية بقى شرح نظري. تعالوا ننزل لأرض الواقع ونشوف أمثلة وقصص حقيقية بنستخدم فيها الأزمنة دي كل يوم. مثلا في الجيم ممكن أقول I went to the gym because I had eaten a heavy meal. أنا رحت الجيم بس ده كان بعد ما أكلت وجبة تقيلة. يبقى إيه اللي حصل الأول؟ الأكل. عشان كده استخدمنا had eaten. طيب مثال تاني في الشغل. The manager had left before I reached the office. المدير مشي قبل ما أنا أوصل. يبقى مين الأول؟ المدير. عشان كده had left. وآخر مثال في السفر. By the time the plane landed, we had slept for 2 hours. على ما الطيارة هبطت كنا احنا نمنا ساعتين. يبقى النوم حصل الأول قبل الهبوط. عشان بقى نلخص الليلة دي كلها ونقفل الموضوع، ده اللي بنسميه الملخص القاتل. الخلاصة بتقول إيه؟ الماضي البسيط حدث واحد خلص اتقفل. أما الماضي التام ده الحدث الأول لما يكون في حدثين في الماضي. فكروا فيها كده كأننا بنرتب ألبوم صور الذكريات بتاعتنا، بنحط الصورة القديمة الأول. طيب بما إننا كده فهمنا القاعدة كويس، إيه رأيكم في اختبار سريع عشان بس نتأكد إن المعلومة ثبتت؟ أول سؤال بيقول I finish my work before my friend arrived. يعني في حدثين، إني خلصت شغلي وصاحبي وصل. مين حصل الأول؟ فكروا فيها ثانية. تمام قوي. الإجابة هي had finished. ليه؟ لأني خلصت الشغل الأول وبعدين صاحبي وصل. السؤال اللي بعده When she called me I leave home. يعني لما هي اتصلت أنا كنت خلاص مشيت من البيت. إيه الصح هنا؟ مظبوط، الإجابة هي had left. الحدث الأول هو إني مشيت من البيت، والحدث التاني هو إنها اتصلت. آخر سؤال معانا وركزوا فيه كويس. She called me last night. بالظبط كده، الإجابة هي called. هنا مفيش حدثين ولا حاجة، هو حدث واحد بس. هي اتصلت امبارح وخلص، يبقى ماضي بسيط على طول. وفي النهاية لما نبدأ نشوف الموضوع كله على إنه مجرد حدث عادي في الماضي ده البسيط، وحدث تاني أقدم منه بشوية ده التام، هنكتشف إن الجرامر ده مش حاجة تخوف خالص. دي مجرد لعبة منطقية، أداة بنستخدمها عشان نرتب قصصنا وذكرياتنا صح.